السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدي بين نيمار ومارسيلو، فمن يفوز؟ ظهر تحدي طريف بين نجم ريال مدريد ونجم برشلونة في غرف ملابس منتخب السامبا البرازيلي، وقد تعودنا على أجواء المرح البرازيلية. لنشاهد معا. Três, quatro, cinco, seis. Toma! الخبر الثاني، جوزيه مورينيو يأتي بخبر سعيد لبرشلونة. وافق البرتغالي مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي على بيع اندريه هيريرا لاعب وسط الشياطين الحمر لبرشلونة الاسباني، في حال وافق البلوغرانا على التخلي عن جوردي ألبا ظهير ايسر الفريق الكتالوني. وذكر الصحيفة ديلا اكسبريس البريطانية ان فالفريدي مدرب برشلونة يريد استغلال علاقته الجيدة باللاعب منذ ان لعب تحت قيادته في اتلتيكو بلباو، الا ان مورينيو ابلغ برشلونة بان اللاعب ليس للبيع. وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو قد يوافق على بيع هيريرا في حال وافق برشلونة على بيع جوردي ألبا الذي لم يجد مكانا أساسيا في تشكيلة لويس إنريكي. الخبر الثالث والأخير، كريستيانو رونالدو يرزق بتوأم من أم مجهولة. قالت تقارير صحفية برتغالية مساء اليوم السبت أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو قد رزق بتوأم يوم الخميس الماضي من أم مجهولة. ووفقا لقناة SIC البرتغالية، فإن الأم التي كانت تحمل طفلي رونالدو قد وضعت يوم الخميس الماضي توأم وهما ذكر وأنثى. وأفادت التقارير أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيطلق عليهما أسماء إيفا للفتاة وماتيو للطفل، ويعتبر كريستيانو رونالدو أبا لطفل واحد أطلق عليه كريستيانو جونيور ويبلغ من العمر 6 أعوام وهو من أم مجهولة أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.